تخيل ان رنة موبايلك بيتهم عندك من صوت الناس اللي عايشين معاك في نفس البيت. تخيل ان دقات قلبك بتزيد لشخص انت عمرك ما شفت لمعة عينه وهو بيضحك، ولا شفت تعبير وشه وهو متعصب، ولا حتى حسيت بوجوده جنبك بجد. السؤال هنا مش ازاي ده بيحصل، السؤال الاهم هل الشخص اللي انت متعلق بيه للنهار ده هو نفس الشخص الحقيقي الموجود في الواقع، ولا دي نسخة معدلة خيالك هو اللي رسمها؟ احنا النهارده مش جايين نحكم على حد، احنا جايين نفهم ليه عقلنا بيصدق الوهم وبيمشي وراه. وفي الدقايق اللي جايه هنعرف ازاي التكنولوجيا بتلعب في كيمياء مخك، وهقول لك بلغه العلم هل اللي بينكم ده حب حقيقي ولا مجرد تعلق باشعار. ليه بنقدر نحكي لاي حد غريب عن النت اسرار ومشاكل ما نقدرش نقولها لاقرب صاحب لينا؟ السر في حاجه في علم النفس اسمها disinhibition effect او تاثير فك الكبت. يعني ببساطة الشاشة بتشتغل كأنها قناع، لما بتكلم حد وانت مش شايفه عقلك بيصور لك ان مفيش حساب ومفيش نظرات لوم او عتاب في عيونه، لانه مش قدامك اصلا. فبتبدأ تكون شجاع زيادة عن اللزوم وبتحكي وتفضفض بسرعة رهيبة، بتحس انك لقيت حد فاهمك وحاسس بيك في يومين بس. لكن الحقيقة اللي لازم تواجهها ان ده مش قرب ولا حب عميق، ده مجرد استسهال. احنا بنرتاح للغرباء عشان هم صفحة بيضة بنرسم عليها اللي احنا عايزينه، عكس القريبين مننا اللي عارفين عيوبنا وحقيقتنا. تعالوا نتكلم بلغة الأرقام عشان نثبت الكلام ده. في دراسة شهيرة للبروفيسور ألبرت مريبيان عن التواصل بين البشر حط قاعدة ذهبية لازم تحفظها، اسمها 7 38 55. القاعدة دي بتقول إن تأثير الكلمات المكتوبة بيمثل 7% فقط من توصيل المشاعر. تخيل كل الرسائل والشات اللي بينكم ده هو 7% بس من الحقيقة. طيب و93% الباقيين راحوا فين؟ دول مقسومين ل 38% نبرة صوت و55% لغة الجسد وتعبيرات الوش. طيب لما انت بتشيل ال 93% دول في الشات مخك بيعمل ايه؟ مخك ما بيرضاش يسيب الصورة ناقصة، فبيبدأ عملية اسمها idealization او المثالية. يعني مخك بياخد الكلمة الحلوة اللي هي 7% ويألف هو الباقي، يتخيل الصوت الحنين والنظرة الصادقة والشخصية الكاملة. يعني باختصار انت مش مغرم بالشخص اللي ورا الشاشة، انت مغرم بالقصة اللي خيالك كملها. وطالما هي مجرد قصة من خيالك المفروض يكون عليك سهل تنهيها في أي وقت، صح؟ أمال ليه الواقع عكس كده؟ ليه مش قادر تبطل كلام معاه رغم إنك ممكن تكون بتتعذب؟ والإجابة في طريقة تصميم التطبيقات دي واللي بتعتمد على حاجة اسمها المكافأة غير المتوقعة. يعني هو مش بيرد على طول وإنت مش عارف هيرد إمتى ولا هيرد يقول إيه. حالة الانتظار والقلق دي بتخلي مخك يفضل في حالة تأهب، وبمجرد ما الاسم يظهر في الإشعارات المخ بيفرز دوبامين وسعادة لحظية، ومع الوقت مخك بيربط بين الشخص ده وبين السعادة، فبتبقى عامل زي العطشان اللي مستني نقطة مية. كل ما يتأخر عليك عطشك وتعلقك بيه بيزيد، مش عشان هو مميز بس عشان هو بعيد ومش مضمون. وعشان كده لحظة اللقاء الأول في الواقع أو حتى أول مكالمة فيديو غالبا بتكون غريبة، ومش شرط عشان هما ناس وحشين، بالعكس ممكن يكونوا ناس كويسين ومحترمين، بس المشكلة إنهم بشر حقيقيين فيهم عيوب، ليهم طباع مختلفة وتصرفات عادية وتفاصيل في شخصيتهم ممكن ما تكونش مريحة ليك زي ما كنت راسم في خيالك. هنا بيحصل تصادم بين الخيال المثالي وبين الواقع البشري، وللأسف بدل ما نحاول نفهم ده التكنولوجيا عودتنا على الاستبدال السريع. بنسيبهم وبنجري ندور على انبهار جديد أو لهفة البدايات مع شخص جديد، ونعيش نفس الدايرة وفي الآخر نشتكي إن الناس بقوا مؤقتين وإن محدش بيكمل للآخر. الحقيقة إن العيب مش في الناس، العيب في الطريقة اللي بدأنا بيها. وفي النهاية العلاقات الأونلاين مش شر، وممكن تكون بداية لحاجات جميلة، بس بشرط إننا نعتبرها مجرد بداية ولازم ننقلها لأرض الواقع عشان نختبر صدقها. ما تخليش شاشة الموبايل تكون سجن لمشاعرك وتمنعك تعيش حياة حقيقية بلمسات ومواقف حقيقية، مش مجرد ايموجي بيطبطب عليك. ما تخليش خوارزمية التطبيق هي اللي تقرر مين ينفعلك ومين لأ. ودلوقتي عايزك تفكر في كل شخص بتكلمه من ورا الشاشة واسأل نفسك بصدق، هل انت بتحبه هو ولا بتحب اهتمامه بيك؟ هل انت عارفه بجد ولا عارف اللي هو عايزك تعرفه؟ حافظوا على قلوبكم وما ترخصوش مشاعركم مع ناس ممكن يكونوا بيعتبروكم مجرد اشعار بيسلي وقت فراغهم. وافتكروا دايما الجملة دي، التكنولوجيا ممكن تنقل الصوت والصورة بأعلى جودة لكنها عمرها ما تقدر تنقل الدفء الإنساني.